نقابيا الاتحاد المغربي للشغل ينخرط في ورش التشريع التعاقدي والاتفاقيات الجماعية بغية تحسين ظروف العمل ونظام التعويضات والأجور. في هذا الإطار تم توقيعه على اتفاقية جماعية. فاطمة تبوت ومحمد شكير. دار الاتحاد التابعة للاتحاد المغربي للشغل كانت موقع توقيع اتفاقية جماعية بين الاتحاد وشركة بيست انفست كشريكين آمن بأن مدخل الارتقاء بالشركة والرفع من مستوى مداخل الشغيلة يمر عبر الاتفاقية الجماعية باعتبارها تنظم علاقات العمل على أساس الشفافية والتعاون ومنطق رابح رابح. نحن في الاتحاد المغربي للشغل دائما نترافع ودائما ندافع من أجل إبرام اتفاقيات الجماعية لما فيها من امتيازات للعمال وللإدارة وللشركة، الحقوق والواجبات، وكذلك التشاركية، وكذلك العلاقات المهنية الثنائية التي تجمع ما بين العمال والأطور والمستخدمين وهذه الشركة. الاتفاقية الهدف منها هو أولا السلم الاجتماعي، وضمان حقوق العمال الواجبات ديالهم. الشركه ديالنا شركه الاحذيه، وهذه الاتفاقيه ان شاء الله غادي تمكننا باش ناخذ واحد 3 سنين ديال السلم الاجتماعي باش نحققوا فيه عاوتاني التطلعات ديال هذه الشركه في المستقبل. فشركة بيست انفست تنتمي لقطاع الأحذية والجلد الذي يعتبر من القطاعات المهمة التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني، خاصة وهي تجسد مبدأ صنع في المغرب وتوجه إنتاجها إلى الخارج. والاتفاقية الجماعية الموقعة اليوم هي ترجمة لبلورة العمل النقابي المشترك المبني على روح التضامن والحقوق والواجبات.